تخيل معايا راجل خرج من دارو معسب هاد العشيه، قال لمراتو غادي غير نقضي واحد الغرض ونرجع. بس ورد ديال الطوموبيل خرج وزد الباب موراه، دازت ساعه جوج حتى وصل الليل. التليفون ديالو بقى مسدود، مراتو عيطات لعائلتو صحابو خدمتو والو. من الغد ليه البوليس بدا البحث، ولكن لا الراجل بان لا الطوموبيل ديالو تلقات، بحال الارض شقات وبلعاتهم بجوج. القضيه بقات غامضه لسنين حتى دازو 8 ديال السنين. وفي واحد النهار واحد الراجل كان كينقي واحد المخزن قديم شراه جديد، شاف باب من الحديد مخبي مور واحد الحيط. ملي تحل الباب لقاو طوموبيل واقفه في الداخل، نفس الطوموبيل اللي البوليس كان كيقلب عليها من 8 سنين هادي. ولكن الحاجه اللي خلات القضيه ترجع من جديد هي ان الكرسي ديال السائق كان فيه دم، وما كان حتى شي اثار لموت الطوموبيل. هاد السيد سميتو محمد، كان عنده 42 عام، متزوج وعنده 2 ديال الولاد، خدام في واحد الشركه صغيره وحياته بالنسبه للناس اللي كيعرفوها كانت عاديه. نهار الاختفاء رجع من الخدمه بحال اي نهار، تعشى مع العائله ومع السبعه. قال لمراتو خصني نخرج نقضي واحد الحاجه. سولاتو فين غادي، جاوبها وانا غير قريب ونرجع. هذه كانت اخر مره شافتو فيها. مع التسعود بدات كتعيط ليه، التليفون كيصوني ولكن ما كيجاوبش. مع 10 التليفون طفى. في الصباح مشات عند البوليس. اول احتمال كان حادثه سير، قلبوا في المستشفيات والو، قلبوا في الطرقان والو، حتى الطوموبيل ما لقاوهاش. ولكن ملي قلبوا في الحساب البنكي ديالو لقاو واحد الحاجه غريبه. نهار قبل ما يختفي محمد هز واحد المبلغ كبير ديال الفلوس ومراته ما كانت عارفه والو. هنا تبدل اتجاه التحقيق. يمكن محمد ما ماتش، يمكن قرر يهرب. ولكن علاش؟ البوليس قلب في خدمته. المدير قال لهم بلي محمد في اخر الاسابيع كان متوتر وكان كيسول بزاف على واحد الموظف قديم سميتو كمال. المشكل هنا شنو هو؟ كمال كان مات قبل عامين هادي في واحد الاكسيده. المحقق سول المدير علاش محمد كان كيسول على واحد ميت. المدير قال ما نعرفش، ولكن واحد الموظف اخر عطاهم واحد المعلومه مهمه. قبل اختفاء محمد 3 ايام سمعوه كيتخاصم معاه في التليفون، وكان كيقول انا عندي الدليل وما غاديش نسكت، ولكن ما عرفوش مع من كان كيهضر. البوليس جاب واحد اللائحه ديال المكالمات. اخر مكالمه دارها محمد قبل ما يختفي كانت مع رقم مجهول. المكالمه دوزت شي 37 ثانيه، ومن بعد مشى التليفون ديالو لمنطقه صناعيه، ومن تما الاشاره تقطعات. مشاو للمنطقه قلبوا في الكاميرات اللي كانت موجوده تما، وحده منهم صوره طوموبيل محمد داخله مع 7:48 دقيقه، ولكن ما كان حتى شي تسجيل كيبينها خارجه. فتشوا المستودعات، المعامل، الكراجات، والو، كأن الطوموبيل دخلت للمنطقة واختفت. دازو شهور ومن بعد سنوات والملف تحط في الارشيف، حتى جا داك النهار بعد 8 ديال السنين. واحد المستثمر شرا واحد المخزن قديم في المنطقة الصناعية، كانت ديك البلاصة مسدودة سنين هادي. بداو العمال كينقيوها باش يصلحوها. واحد منهم لاحظ ان المساحة من الداخل صغيرة مقارنة مع البناية من برا. قال المسؤول راه خاص يكون شي فراغ مورا الحيط. بداو كيضربوا في الحيط حتى لقاو واحد الباب حديدي قديم، حلوه وكانت المفاجأة طوموبيل مغطية بالغبرة، اللوحة ديالها مازال فيها. عيطوا للبوليس. ملي قلبوا في الرقم طلع انها طوموبيل ديال محمد، ولكن فين هو محمد؟ قلبوا الطوموبيل، تقلبوا الكوفر، الكراسة، ولكن الكرسي ديال السائق لقاو آثار قديمة ديال الدم، والتحليل أكد أن الدم ديال محمد. يعني محمد وصل هنا وتصاب هنا، ولكن الجثة ما كايناش. في الداخل ديال الطوموبيل لقاو واحد السرود صغير، ماشي ديال الطوموبيل وماشي ديال الدار، كان فيه رقم 216. المحقق الجديد اللي شد في القضيه بدا قلب الفنادق، قلب الاوتيلات، قلب الخزائن، قلب الكراجات، حتى وصل لمحطه قديمه ديال الحافلات كانت قريبه من المنطقه. قبل سنين كان فيها نظام ديال الخزانات صغير، كان واحده عندها الرقم الخزانه 216، ولكن المحطه تبدلت. الخزانات القديمه تحيدوا وتخزنوا في مستودع تابع للشركه. جابوا الخزانه، المفتاح خدم. من حلوها لقاو واحد الطرف فيه USB وواحد التصويره. الصوره كان فيها محمد مع كامل طبيعه الحال. الموظف اللي قالوا لهم مات في حادثه سير، ولكن الصوره كانت متصوره بعد التاريخ الرسمي ديال الموت كامل ب6 ديال الشهور. هنا المحقق فهم ان القضيه اكبر من مجرد اختفاء. رجعوا الملف كامل. الجثه ديال حادثه السير كانت محروقه بشكل كبير. التعرف عليها داروا اساسا من الوثائق اللي كانت في الطوموبيل، يعني ما كانش تاكيد قوي ان الجثه فيها ديال كمال. حلو ديك USB كان فيها واحد التسجيل صوتي اوديو محمد كان مسجلو بلا ما الشخص الاخر يعرف. في التسجيل كان الصوت ديال كمال،
كان كيهضر على فلوس اختلسها من الشركة، دار واحد الحادثة مدبرة وخلى الناس يعتقدوا انه مات، وبدا واحد الحياة جديدة باسم اخر. محمد اكتشف السر بالصدفة، ولكن بلاصة ما يمشي مباشرة للبوليس واجه كمال وطلب منه يرجع الفلوس. كمال وافق انه يقابله في المنطقة الصناعية، وهذا اللقاء كان هو اللي خرج ليه محمد في ديك الليلة. ولكن باقي سؤال، فين مشات الجثة ديال محمد؟ رجع البوليس للمخزن، قلبوا البلاصة من جديد ولاحظ واحد التقني حاجة غريبة، واحد الفرق صغير في سمك واحد الحيط في الجهة الخلفية. هرسوه لقوا واحد الفراغ، ولكن ما لقاوش جثة، لقاو غير حوايج ديال محمد القديمة ومفتاح ديال وساروت ديال الدار. الدار ماشي ديالو، قلبوا في الملكية قديمة. الدار كانت تكرات بعد الاختفاء بأسبوع باسم مزور، ولكن الصورة اللي كانت في الوثائق كانت ديال كمال. مشاو للعنوان، الدار تبدلوا عليها السكان مرات كتير، ولكن واحد الجار القديم تذكر بهاد الحاجة، قال لهم كان ساكن هنا واحد السيد بوحدو، ولكن واحد المرة شفت معاه واحد الراجل آخر كان يتمشى بصعوبة. وراو لي الصورة ديال محمد، سكت شوية وقال ايه هو هذا. المحقق تصدم، محمد ما ماتش في المخزن، كان حي من بعد اختفاء ديالو. بعد بحث طويل وصل البوليس اسم جديد كان كيستعملو كمال، ومن خلاله وصلوا ليه في مدينة أخرى. تشد، ولكن المفاجأة الأكبر جات في التحقيق. كمال اعترف أنه ضرب محمد في اللقاء وقال لهم، ولكن قال ما قتلتوش. على حسب الهضرة ديالو محمد فاق من بعد، ولكن مضروب. كمال خاف يطلقه ويمشي للبوليس، خلاه بعض الأيام في الدار اللي كراها، ولكن محمد قدر يهرب. السؤال، إلى هرب علاش ما رجعش لعائلته؟ البوليس قلبوا في السبيطارات القديمة ديال داك الوقت، وفي واحد السبيطار بعيد على المدينة لقاو واحد التسجيل ديال الراجل مجهول جابوه الناس من بعد واحد الحادثة في الطريق بعد أيام قليلة من اختفاء محمد. مضروب في الراس وما عندوش وراق، من بعد تحول لمركز رعاية. الاسم اللي عطاو ليه كان اسم مؤقت. من البوليس وصل للمركز بعد 8 سنين لقاو الراجل مازال حي. جابوا العائلة، دخلت مرته للبيت، بقات كتشوف فيه، هو كيشوف فيها، بحال الوجه ديالهم ألوف عندها، ولكن ما عرفاش منين. الإصابة كانت خلات عندهم مشاكل كبيرة في الذاكرة. 8 ديال السنين والعائلة كانت كيصحاب ليه محمد مات، ومحمد كان عايش، غير ما كانش عارف شكون هو. أما السير كامله بدا في طوموبيل مخبية مور حيط، واحد الساروت مكتوب عليه 216.